السلام عليكم وأهلا متابعي تيلكو بايتس بالعربي. معاكم محمد الديب. وأنا باسم علي. قبل أي حاجة نحب نشكركم على الدعم والتعليقات الجميلة والاقتراحات القيمة اللي وصلتنا، واللي بفضل الله عز وجل ثم مشاركتكم هتخلينا نستمر ونحسن المحتوى مرة عن مرة. زي ما اقترحتكم الحلقة هتبقى أقصر شوية وهنخليها جزئين. الجزء الأول هيتناول آخر الأخبار الأسبوعين اللي فاتوا مع تعليقنا وتحليلنا المتواضع ليها، والجزء التاني هنختار كونسبت أو تكنولوجيا أو حتى برودكت من اللي اتكلمنا عليهم في الجزء الأول، وهنستفيد شوية في شرحه من ناحية تكنيكال إلى حد ما، وهيكون اسم الجزء دوت الزتونة. ولو الاسم ما عجبكمش اكتبوا لنا في التعليقات اقتراحاتكم وإن شاء الله نبقى نغيره. ده غير طبعا الحلقات الخاصة اللي هيبقى فيها تغطيات لمؤتمرات ومعارض مهمة زي ال MWC وسيسكو لايف AWS Summit وغيرهم بإذن الله. ومن غير كلام كتير يلا بينا على أول خبر معانا النهاردة. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان فيرايزون مستمرة في استخدام البرايفت كلاود في حالة ال 5G، وقلنا ان هم رايحين مع ريد هات اوبن شيفت في الفي سي بي كلاود. ده صحيح في حالة ال 5G كور، لكن في حالة ال 5G ايدج كلاود الموضوع مختلف شوية. فيرايزون المرة دي هتعتمد على اكتر من هايبر سكيلرز وبابليك كلاود بروفايدر عشان يبنوا ال 5G مالتي اكسس ايدج كومبيوت، او ما يعرف اختصارا بالميك. وفعلا من حوالي اسبوع كانوا كملوا الديبلويمنتس للميك في 17 مدينة ومنطقة في امريكا بمساعدة اي دبليو اس، وتحديدا سيرفيس في اي دبليو اس اسمها الويف لينس، ودي السيرفيس اللي امازون بتقدمها النهارده كايدج كومبيوت لل 5 جي اوبريتورز. وبالمناسبة فرايزون النهاردة بتعتبر الأوبريتور الوحيد في اليو اس اللي عنده ايدج سيرفيسز بالتعاون مع كل الهايبر سكيلرز، سواء كان مع مايكروسوفت اللي بيستخدموا اجور ايدج زون أو اي دبليو اس مع الويف لينس زي ما قلنا، أو مؤخرا مع جوجل. وعشان بس نشوف الصورة كاملة، فرايزون كانت بدأت التعاون مع AWS في منتصف 2020، وقدروا يوصلوا بالليتنسي end to end للابليكيشن الموجودة في الإيدج إنها تكون ما بين 20 ل 50 ملي سكند، وده طبعا رقم ممتاز. قبل كده كانت الليتنسي ممكن توصل لأكتر من 100 ملي سكند في حالة إنك تستخدم ال 4G كونكشن، وده طبعا رقم كبير شوية لو انت بتستخدم ابليكيشنز زي الفيرجوال رياليتي او الريال تايم جيمنج، فهتبدأ تلاحظ مشاكل زي اللاج واللي طبعا بتإمباكت الكاستمر اكسبيرينس. نقطه تانية برضو لازم نبقى عارفينها، هي ان الاوفرنج اللي بتقدمه فيرايزون مع كل هايبر سكيلر مختلف شويه. فهنلاقي ان هي بتقدم الخدمه دي بابليك مع اي دبليو اس، بمعنى ان اي ديفلوبر او اي شركه عندهم اي دبليو اس اكونت يقدروا من خلال اي دبليو اس بورتال ياكسسوا فيرايزون كلاود ويعملوا ديبلويمنت للابلكيشن بتاعهم كانه بالظبط على اي دبليو اس. بس الميزه دي بقى المره دي ان الديبلويمنت دي هتكون على فيرايزون انفراستراكشر، فبالتالي الليتنسي هتكون قليله. او ان الخدمه تكون برايفت، بمعنى انها تبقى اون بريم في المصنع او في الشركه، وساعتها فيرايزون بتعمل انستليشن لجزء من ال 5 جي راديو جوه المصنع عشان تقلل كمان الليتنسي اكتر من الحاله الاولانيه. ودي فيرايزون بتقدمها النهارده مع مايكروسوفت. او ان الميك اوفرنج يكون بابليك وبرايفت في نفس الوقت زي في حاله جوجل. ومن ناحية الأرقام والبيزنس ايكونومكس، فالإيدج كومبيوت بيزنس متوقع إنه هيوصل لمليار دولار في آخر السنة دي 2022 من ناحية التوتال أدريسبل ماركت، وأكتر من 10 مليار دولار بحلول 2025. ده غير حوالي 12 مليار دولار هيجوا فقط من الابليكيشنز والسيرفيسز اللي بتتقدم على الإيدج كومبيوت، سواء كانت اوتوموتيف او درونز او ريال تايم جيمنج وغيرهم من المالتي اكسس ايدج كومبيوت سيرفيسز. تفاصيل اكتر هتلاقوها في لينك عن فرايزون ايدج كومبيوت بزنس في الديسكريبشن. وان شاء الله هنتكلم في الجزء الثاني من الحلقة عن ايه هو الميك او المالتي اكسس ايدج كومبيوت ونبذة عن استخداماته. الخبر التاني معانا النهارده هو متعلق بسجال ما بين اداره الطيران الامريكيه او الاف اي اي والوايرلس اوبريتورز، وموضوع السجال هو ال 5 جي. خلونا بس نفهم الاول هو ايه المشكله وايه اللي دخل الطيارات والاف اي اي بحاجه زي ال 5 جي. في فريكوانسي باند مهم في ال 5 جي اسمه سي باند، واهميه السي باند راجعه ان هو بيدي بالانس كويس ما بين الكفرج والباندويتس، فانا مش محتاج اعمل موبايل تاورز كتيره عشان اخد ثروبوت معقول. لكن المشكله ان الباند ده قريب والى حد ما من فريكوانسي باند تاني بيستخدمه جهاز في الطيارات اسمه الالتيميتر، وده اللي بيساعد الطيارين على الهبوط في حاله ان هم مش شايفين كويس او في حاله وجود حاجه زي الامطار والعواصف. وبالتالي في احتماليه حدوث راديو انترفيرنس ما بين التو باندز. طب هل ما كانش مثلا معمول حساب التدخل ده من قبل كده؟ لا طبعا كان معمول حسابه، وفي جارد باند كبير موجود ما بين التو سبيكترمز.
لكن ده على الورق بس. في الريال تيست ممكن في حالات معينة ونادرة جدا يحصل تداخل، وعشان كده كانت هيئة الطيران الأمريكية طلبت بيانات أكتر من الأوبريتورز عشان تعرف تحللها وتعرف إيه تأثيرها على جهاز الألتي ميتر. لكن المشكلة زادت أكتر لما الأوبريتورز ما أعلنوش غير عن شوية بيانات بسيطة وغير كافية، وده كان نتيجته إن هيئة الطيران طلبت من الأوبريتورز إن هم يأجلوا ويوقفوا إعلان أي 5G سيرفيسز على السي باند، وأكتر من مرة. أول مرة كانت في 5 يناير، وتاني مرة في أواخر يناير، وفي كل مرة هيئة الطيران بتهدد إنها هتوقف حركة الطيران في المطارات اللي حواليها 5G تاورز. ده كان ليه امباكت كبير على الأوبريتورز، خاصة إن هم دافعين أكتر من 81 مليار دولار عشان بس يشتروا السي باند لايسنس. ده غير طبعا بقى بقية مصاريف الكابكس والأوبكس، وفي الآخر مش عارفين يستخدموا الباندز ديت. الجديد إن الموضوع بدأ يتحل شوية من يوم الجمعة اللي فاتت، وبعد ما الأوبريتورز ادوا بيانات أدق عن أماكن 5G ترانسميترز حوالين المطارات لهيئة الطيران، واللي بدورهم استخدموها عشان يعملوا تيستنج لموديلات الطيارات الموجودة واللي ممكن تتأثر، وهل فعلا بيحصل انترفيرنس ولا لأ. لحد دلوقتي مش لاقيين أي دليل كافي إن ده ممكن يحصل، وعلى أساس دوت بدأوا يدوا موافقات مبدئية لشركات الطيران إن هم يعملوا لاندنج من تاني في المطارات اللي حواليها 5G تاورز وشغالة على السي باند. الخبر بيبين قد إيه البيروقراطية والبليم جيمز اللي ما بين الأطراف والهيئات المنظمة ممكن يعطل أو يوقف الديبلويمنت للتكنولوجيز الجديدة بسبب سوء فهمها، وإن التشدد في أخذ الاحتياطات من غير دليل علمي قوي عليها وقف حال على الفاضي. لو تتفق أو تختلف مع ال FAA عملته، ولو عندك معلومة بتثبت أو تنفي إن السي باند ممكن يأثر على أجهزة الطيران، اكتب لنا في التعليقات. نسيب شويه اليو اس ومشاكل الطيران مع ال5 جي ونروح لاخبار الميدل ايست، واللي هنبداها باعلان شركه زين في السعوديه عن اول 5 جي ستاند الون كور في المملكه. وطبعا ما لقوش انسب من مؤتمر زي ليب 22 اللي الرياض استضافته من 6 ل 9 فبراير اللي فات عشان يعلنوا عن الخطوه الكبيره دي. النهارده زين بتغطي 51 مدينه في السعوديه باكتر من 5000 5 جي موبايل تاور، وكونهم ان هم يعلنوا انتقالهم لل 5 جي ستاند الون كور معناه ان بقى عندهم القدره اخيرا ان هم يدوا للاند يوزرز البينيفيتس الحقيقيه من ال 5 جي، بينيفيتس زي مثلا النتورك سلايسنج والالترا لو ليتنسي والاندستري 4 ابلكيشنز وغيرها من الحاجات ومن اليوز كيسز الموجوده حصريا لو الاوبريتور عنده 5 جي ستاند الون. الخبر ده باي ذا واي بيجي بعد ما زيد مضت اتفاقيه مع اريكسون من حوالي اسبوعين تقريبا عشان يعملوا ابجريد للبي اس اس موبايل سيستم، وده بيتضمن ابجريد لبرودكتس من اريكسون زي التشارجنج والكاتالوج مانجر والدايناميك اكتيفيشنز وغيرها من البرودكتس اللي هتخلي زين يبقى عندها مجموعه جديده من البيزنس مودلز تناسب ال 5 جي ستاند الون كور الجديد. وعلى الناحية التانية FSTC مضت اتفاقية برضو مع إريكسون عشان تكون المين بارتنر والمين سبلاير لل 5G ستاند-الون باكيت كور، ويستخدموا برودكتس من إريكسون زي السبسكرايبر داتا مانجمنت والريسورس كنترولر وال 5G سيجنالينج إلى آخره. وكل ده مبني طبعا على الكلاود نيتيف والسيرفيس بيزد اركتكتشر اللي بقى مانداتوري النهارده في أي 5G ستاند-الون ديبلويمنت. جدير بالذكر برضو ان ال 5G كورز المبنية على الستاند الون حوالين العالم قليلة وما تتعداش في بعض التقارير ال 19 ديبلويمنت على مستوى العالم. اوبريتورز كبار زي فرايزون و AT&T لسه يا اما في مرحلة التستنج او في مرحلة البايلوت، وده لعدة اسباب. اولهم ان ال 5G يوز كيسز على الستاند الون كور يعني نقدر نقول انها لسه في مرحلة الديفينيشن الى حد ما، والسبب التاني هو ان في تخبط ما بين الاوبريتورز على ايه هو افضل مكان لل 5G كور. هل مثلا يبقى على البابليك كلاود زي AT&T وديش نتوركس ما عملوا، ولا افضل يكون على البرايفت كلاود زي ما فرايزون عملت؟ والسبب الثالث ان الموضوع فعلا مكلف من كل النواحي. فمن ناحية الاند يوزر لازم يكون معاه على الاقل هاند سيت او سمارت فون مش اقل من ايفون 12 او 13 عشان يقدر يستخدم كل الكابابيلتيز بتاعة ال 5G ستاند الون. ومن ناحية الاوبريتور طبعا محتاج يبني نيو باكيت كور. ان شاء الله هنبقى نتكلم في حلقة تانية عن ايه هو ال 5G ستاند الون كور والنون ستاند الون كور ومزايا وعيوب كل منهم. ومن زاوية تانية فإريكسون بتعيش واحدة من أفضل أيامها الفترة دي، فغير الكونتراكتس اللي اتكلمنا عليها مع STC وزين وموبايلي وغيرهم في المنطقة، هما كمان تعدوا هواوي ونوكيا في الران ماركت وبقوا بيسيطروا تقريبا على أكتر من ربع الماركت. وبالإضافة لكده إريكسون عندها أكتر من 109 5G لايف كاستمرز حوالين العالم، وحوالي 170 كونتراكت منتظرين في السيلز بايبلاين.
وعلى صعيد ماركت البرايفت 5G، فأعلنت سيسكو عن تقديم الستيك الخاص بيها للبرايفت 5G deployments. الاناونسمنت ما تطرقش لتفاصيل كتيرة لأن التفاصيل كلها هتيجي في ال MWC آخر الشهر بإذن الله. والمعلومات المتوفرة لحد الآن بتقول إن سيسكو مش ناوية تنافس أولا السيرفيس بروفايدرز، إنما هتقوم ببيع البرايفت 5G من خلالهم في ريفينيو شيرنج موديل غالبا، زي ما حصل في الاس دي وان بين الفيندورز والاوبريتورز زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، جونيبر، فودافون، في ام وير، بي تي وغيرها من الشراكات. والمعلومة التانية ان الاوفرنج دوت هيبقى از سيرفيس، بمعنى ان الانتربرايز اللي هتشتريه هتدفع ثمن الاستخدام بس، والستاك يفضل مملوك لسيسكو. صراحة اعلان سيسكو جاي في ماركت كل الكبار بيصارعوا عليه تقريبا. فاولا الموبايل اوبريتورز زي اي تي ان تي وفرايزون، وثانيا الفيندورز زي اريكسون ونوكيا، وحاليا زي ما شفنا سيسكو، وثالثا الهايبر سكيلرز يعني امازون وجوجل ومايكروسوفت، واللي بداوا فعلا يدخلوا في مجال ال 5 جي. حد مثلا زي امازون اعلنت في اواخر السنه اللي فاتت في مؤتمرها السنوي ري انفنت عن البرايفت 5 جي اوفرنج الخاص بيهم، واللي عمل حاجه زي صدمه. يعني النهارده السيرفيس بروفايدر بقوا حقيقي متخوفين من دخول الهايبر سكيلرز في دومينز كانت تعتبر حصريا ليهم لفترات طويله. ده غير برضو ان النهارده بقى فيه دلوقتي شركات ستارت ابس بيحاولوا يلحقوا حته من تورته البرايفت 5 جي، واللي بيتوقع ان حجمها يوصل لاكتر من 14 مليار دولار بحلول 2028. ومن سيسكو والبرايفت 5 جي لانضمام شركه اوريكل لسباق البابليك تيلكو كلاود. كتير مننا عارف اوريكل على انها الشركه اللي بتقدم داتابيز وداتا مانجمنت سوليوشنز كتيره زي الاكس داتا والاوتونوموس داتا وير هاوس، بس ممكن ما يعرفش ان في جزء مستقل من اوريكل متخصص فقط في التيلكو سوليوشنز، وعندهم حاجات ادفانسد برودكتس زي البوليسي تشارجنج والدايمتر راوتر والسيشن بوردر كنترول. ده غير ان عندهم كلاود نيتف 5 جي ستاند الون كور. بالاضافه لكل ده اوريكل عندها بابليك كلاود انفراستراكشر الخاصه بيهم واللي هي الاو سي اي، واللي موجوده حاليا في اكتر من 36 ريجنز مختلفه. فمثلا هنلاقيهم في الميدل ايست موجودين في جده في السعوديه، بالاضافه لابو ظبي ودبي في الامارات. ده غير اماكن تانية طبعا كتيره في اوروبا وامريكا. فالشاهد ان اوريكل مش داتا بيز فيندور بس، لا هم عندهم هيستوري كويس مع التلكو اندستري، بالاضافه لبريزنس في واحده من اكبر الاوبريتورز على مستوى العالم زي بريتش تيلكو. وبيزد على الهيستوري ده، اوراكل شايفه انها افضل بابليك كلاود للتيلكو اوبريتورز، وحاليا بيقدموا تيلكو سيرفيسز كتير على الكلاود. فمثلا ممكن يعملوا هوستنج للاو اس اس بي اس اس او كوبرنيتس كلاستر او حتى كومبليت برايفت 5 جي كور. الفرق الجوهري ما بين الاوفرنج اللي بتقدمه اوراكل النهارده وبقيه الهايبر سكيلرز ان اوراكل بتدي اوبشن ان الكلاود بتاعتها تتبنى بالكامل اون بريم عند الاوبريتور، مش محتاجه خالص ان هي تكون كونكتد باوراكل بابليك كلاود. فده يناسب الاوبريتورز اللي عايزين يكون ليهم فول كنترول على الداتا، وفي نفس الوقت ياخدوا ميزه البري فاليديتد ديزاينز من اوراكل ويحافظوا على جزئيه البرايفسي. هسيب لكم لينك لاوراكل اناونسمنت في الديسكريبشن بيشرحوا فيه تفاصيل اكتر عن الاوفرنج اللي بيقدموا للتلكو اوبريتورز. ومن اخبار ال 5G والتلكو كلاود لاخبار الاس دي وان والساسي ومع جونيبر نتوركس، واللي كانت اعلنت اواخر 2020 عن الاستحواذ عن شركه روت 128 في صفقه تقدر ب 400 مليون دولار، واللي بتقدم اس دي وان سولوشن مبتكر بآلية مختلفة عن كل الكومبيتيتورز، وهي آلية التانللس أو التانل فري، واللي ممكن نتكلم عنها في حلقات جاية بإذن الله. إنما لو حبينا نعرف إيه أهمية التانل فري كونسبت، فأقول لك إنه بكل بساطة بيوفر مش أقل من 40% من الباندويتس المستخدم واللي كان بيضيع في التانل أوفر هيد، وهسيب لكم لينك يستفيض أكتر في شرح النقطة ديت. المهم ان الاسبوع اللي فات جونيبر اعلنت عن اكتمال دمجها لل 128 اس دي 1 سوليوشن مع الميستي كلاود، بحيث ان التحكم او الاوركستريشن والمانجمنت عامه للسوليوشن كله بقى بيتم عن طريق الكلاود، مش من كنترولر اون بريم زي ما كان بيحصل قبل كده مع الكوندكتور، اللي هو باي ذا واي نقدر نعتبره المين برين في السوليوشن الاساسي من 128. فانت دلوقتي بتقدر تتحكم في الوايرد والوايرلس لان، وكمان بتتحكم في الاس اس ارز او اللي هي سيشن سمارت راوترز، اللي نقدر نعتبرها الاس دي 1 راوترز في حاله ال 128 سوليوشن. كل ده انت بتشوفه وبتتحكم فيه من واجهه واحده اللي هي واجهه الميست. الميست النهارده بدا يوفر مجموعه من الفيتشرز القويه اللي من اهمها الاي اي انجن، واللي جونيبر بتسميه مارفز. وده ليه تطبيقات كتيره يعني، بس واحده من الحاجات الظريفه فيه انك انت تقدر تعمل شاتنج مع الاي اي بالناتشورال لانجويج، وهو يعمل لك جايدنس وترابل شوتنج لحاجات كتيره موجوده في النتورك ويرجعها لك في الشات ويندو. وده بيتم تحت مظله كبيره من كونسبت جديد اسمه الاي اي اوبريشن. مثلا تقدر تقول له ان كان في ناس بتشتكي من بطء في مايكروسوفت تيمز مثلا،
فهو عن طريق تحليل بيانات التليمتري اللي بيجمعها من كل النودز اللي في النتورك يقدر يقولك إذا كانت المشكلة دي في اللان ولا في الوايرلس ولا من مايكروسوفت حتى ذات نفسها، وإنها مشكلة تطبيق مش مشكلة نتورك. وكل ده في صورة شات ويندو عادية وبسيطة جدا. وهسيب لكم لينك لديمو يوضح تفاصيل أكتر. في نفس السياق برضو جونيبر اخيرا اعلنت عن اطلاق الفاير وول از سيرفيس عشان تكمل الساسي بورتفوليو الخاص بيها، واللي بيعتمد باي ذا على نفس الانجن الموجود النهارده في الفيزيكال اس ار اكس. فزي ما احنا عارفين الاس ار اكس اصلا هو نيكست جنريشن فاير وول، فهو بيدي لك مجموعه من الادفانسد كابابيلتيز، بمعنى انه بيجي برضه معاه حاجات زي الاس دبليو جي والاي بي اس الاي دي بي والانتي اكس وغيرهم. جونيبر واضح ان هي مهتمه جدا ببناء الساسي بورتفوليو الخاص بيها، وحاليا نقدر نقول ان هي معاها من 80 ل 90% من الساسي كومبوننتس اللي كنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، واللي جونيبر مش بتقدر توفره من خلالها، فهي بتوفره من خلال بارتنرشيبس. مثال على كده الكاسبي اللي بتقدمه من خلال النت سكوب. ومجموعة من الاناونسمنتس من جونيبر نتوركس وسيسكو سيستمز، ونبدأها بسيسكو واللي أطلقت 2 من الانتربرايز سويتشز، الكاتاليست 9600X و 9500X، واللي سيسكو استخدمت فيهم ال Q200 شيبسيت من عائلة سيليكون 1. طيب ليه خبر عن انتربرايز سويتشز في بودكاست عن التلكو؟ لأنك لو أخدت بالك في الخبر، سيسكو قررت تستخدم سيليكون 1 شيبسيت في الانتربرايز لأول مرة من ساعة إطلاق السيليكون 1 في 2019. فشفنا قبل كده ال P100 واللي كان بيتارجت الكور والبيرنج يوز كيسز بالنسبة للسيرفيس بروفايدرز والويب سكيلرز. دلوقتي فحسب سيسكو انت هتلاقي نفس الشيبسيت اركتكشر هتقدر تلاقيه في السيرفيس بروفايدر والويب سكيلرز واخيرا في الانتربرايز. التوجه ده من سيسكو يندرج تحت الميرشنت شيبسيتس، واللي هنتكلم عنها وعن الكاستم شيبسيتس اكتر في الجزء الثاني من الحلقة بإذن الله. الجدير بالذكر ان السيليكون 1 سيريز فيها اكتر من 11 شيبسيت، من اول ال Q200 ب 3.2 تيرا ثروبوت لغاية ال P100 وال G100 ب 19.2 تيرا ثروبوت و 25.6 تيرا على التوالي. جونيبر بقى على نقيض اعلنت عن 2 كاستم شيبسيتس جداد. اول واحد فيهم هو الاكسبريس 5، واللي بتارجت بيه الهاي ثروبوت ابلكيشن خصوصا في الكور راوتر سيريز او البي تي اكس. من ناحيه الارقام البرفورمانس نقدر نقول ان الاكسبريس 5 شيبسيت بتيجي بثروبوت حوالي 28.8 تيرا بت بير سكند، وباور افشنسي احسن ب 45% من الشيبسيت اللي قبلها اللي هي الاكسبريس 4. وكعاده جونيبر الشيبسيت بتيجي بحاجه اسمها نيتيف لاين ريت للماكسيك، واللي ما يعرفش ايه هو الماكسيك هو ببساطه تكنولوجي مهتمه بالكونفيدنشاليتي والداتا انتجريتي للبيانات. من الاخر يعني مهمتها انها تشفر البيانات وتضمن عدم التلاعب بيها وهي بتمر في النتورك. الشيبسيت الثانيه اللي جونيبر اعلنتها هي التريو 6، واللي بتارجت فيها المره دي الايدج يوز كيسز. احنا عارفين في الايدج غالبا بقى في حاجات كومبلكس شويه، وده نتيجه ان الاوبريتور بدا يحط حاجات ويعمل بوشنج للانتليجنس ناحيه الايدج، وبالتالي حاجات زي الفي ار افس والراوتنج انستنس والكواليتي اوف سيرفيس هتبدا برضو من هناك من عند الايدج، وغيرها من العمليات اللي بتحتاج قدر كبير من الميموري والبروسيسنج. جونيبر اعلنت انها هتستخدم التريو 6 في 3 هاردوير جداد، اولهم اللاين كارد 9600 واللي بيدي ثروبوت حوالي 9.6 تيرا وباور افشنسي اعلى ب 70% من التريو 5، وده هيبقى موجود في الام اكس 10 كي سيريز. وتاني هاردوير هو ايدج راوتر من جونيبر اسمه 10 كي 4، واللي بيجي بحجم 7 راك يونت و4 سلوتس، وثروبوت بيوصل لحد 38.4، رقم ممتاز في فورم فاكتور وحجم بالشكل ده. واخر هاردوير من جونيبر هو الام اكس 304 واللي بيجي بحجم 2 راك يونت المره دي، وثروبوت بيوصل ل 4.8 تيرا. مش هعلق كتير على الارقام، انما هي بكل المقاييس ارقام ممتازه جدا. وده كان اخر خبر في حلقتنا النهارده. في الجزء الثاني من الحلقه اللي هو الزتونه هنتكلم فيها عن ايه هو الميك وايه هي اهم استخداماته، وايه الفرق ما بين الميرشنت سيليكون والكاستم سيليكون، وليه الفيندورز بيستخدموهم النهارده. تابعونا في الجزء الثاني من الحلقه ونشوفكم هناك.